اسمع الفيديو اللي بيلخص لك كل ما يحدث في التمثيل لإفساد الدين على المسلمين بإظهار رجل الدين والمرأة الملتزمة بهذه الصيغة التي يظهرونها حتى يفسدوا على الناس دينهم. اسمع الفيديو تعالى. انا الشيخ النصاب الضلالي الحرامي الموجود في اي عمل درامي، متجوز 4 وهطلع منهم واحده عشان اتجوز بنت قاصر، وعيني زايغه على جارتنا المطلقه وعايزه اتجوز الرقاصه بحجه ان اتوبها، بس هي طبعا بتديني على دماغي لانها عارفاني فلاتي وبتاع نسوان وعارفه تاريخي الاسود كله. بقول لك ايه يا عم الشيخ، انا اللي عارفه تاريخك الاسود كله. ايه ده وانا كل ده ما قلتلكش تاريخي الاسود؟ ما ينفعش ابقى انسان طبيعي كده، لازم قبل ما ابقى شيخ يكون ليا ماضي منيل بنيله الكل يمسكوا عليا بقى، ابقى مثلا سرقت، اختلست، نصبت، اغتصبت، ابقى صابي علمه وتوبت، ابقى كان عندي تبول لا ارادي وانا صغير وخفيت منه لما كبرت، يعني المهم يبقى ليا اي تاريخ منيل الكل يمسكوا عليا اثناء الدراما. بقى ريشه صبي العلمه بقى شيخ، بقى الراجل اللي حافظ كلام ربنا طلع حرامي. كل الناس اللي حواليا في الدراما مهما كانوا ولاد 60 في 70 فهم غلابه وضحايا واترموا على اللي هم فيه غصب عنهم. الرقاصه بقت رقاصه عشان ضحيه مجتمع، والبلطجي بقى بلطجي عشان يعرف يعيش في الغابه وسط الديابه، والشمال بقت شمال عشان اليمين مش شغال. كلهم ليهم مبرراتهم في البلاوي السوداء اللي بيعملوها، الا العبد لله انسان برش طار جاهل وما بفهمش وسطحي وفاهم الدين غلط، وكل اللي في الاحداث حواليا فاهمين الدين احسن مني. انت تعرف يعني الدين؟ انا اعرف الدين احسن منك. انا اعرف الدين احسن منك. اكلتي مفضله بحب قوي اكل مال اليتيم، واكل ورث اهلي، واكل اي حد في 10 بلدي، ولو هاكل بشكل طبيعي يبقى لازم وانا باكل ازروط ودلدق وهطل كده زي كفار قريش وهم بياكلوا. عشان ابان شيخ في الدراما قوي لازم بين كل كلمه والتانيه اقول سبحان الله ما شاء الله تبارك الله، واحط الجمل دي في غير سياقها بشكل اوفر علشان يبان في الدراما ان انا شيخ. ده ايه ده شيء؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. لا شيء ايه وعصاير ايه وحاجه ساعه. انتوا بتضيفوا مصطفى حسني ولا عبد الله رشدي، انتوا بتضيفوا شيوخ الدراما الاوفر. احنا ما بنشربش الكلام الفاضي ده، احنا بنشرب بعرق سوس، جنزبيل باليانسون، قرفه بالكمون، حلبه بالليمون، يعني اي حاجه من رحم الطبيعه علشان نبقى شيوخ دراما صح. لو سمحت يا اخ، عايز كوبايه شيح بالجنزبيل مع رشه زعتر وريحان ووخر، وعايزك كده على حرف الكوبايه تقوم راشق لي صباره كده من الجنب، عشان انا كشيخ في الدراما ما ينفعش اشرب قهوه ونسكافيه زي بقيه خلق الله كده، لا لازم طلباتي تكون طلبات اسياد، دي كنت تعويذه كده بطلبها عشان اشربها. هو كده لازم اتكلم بعصبيه، وحتى لو هزرت لازم يبقى دمي تقيل وسخيف وغتت وغلس ومحدش طايقني. ايه ده سبحان الله، انت بتحبي المكرونه بالفعل؟ لا انا بحبها بالفراخ. اتسم بروح الدعابه والفكاهه المفرطه. بالنسبه للاوتفيت بتاعي فانا لازم اكون بلبس جلابيه بيضه وطاقيه شبيكه وفي ايدي سبحه طول الوقت ودقني بتطول حسب نسبه تشددي في الدراما. ما بلبسش انا بقى بناطيل وقمصان وتيشيرتات وودي والكلام الفاضي ده زي خلق الله، لا. ولو بلبس قمصان وبناطيل لازم يكون القميص كروات مكرمش ومقفول لحد بالعوم كده، ولازم تكون دقني متركبه باين ان هي عيره ومنعكشه، ويكون طالع لي علامه صلاه في وشي، او يكون الاحسن تكون علامه صلاه طالع فيها وشي. ايه ده انت اتجننت؟ انت عايزني اقدم للناس الكلام الفاضي ده؟ اعمل شيخ عايش في حاله ومحترم وكويس وبيصلي ويصوم وابن حلال؟ انت عايز الدراما تاكل وشي ويقولوا اللي ببهدل الدراما اهو؟ لا معلش، يعني ايه في نمطيه في تقديم دور الشيخ في الدراما؟ لا ما اسمحلكش. اللي قدامك ده قدم الشيخ في الدراما بكل الانواع وكل الاشكال المختلفه. عملت مره شيخ جاهل، وعملت مره شيخ فاسد، وعملت مره شيخ فاشل، وعملت مره شيخ سافل، وفي مفاجاه بقى كنت مخليها لكم للاخر خالص، هعمل شيخ مختلف عن كل اللي فات، هعمل شيخ دجال. هتحبوا كدجال اقرا لكم طالع بتاع الفيديو ده لما ينزل؟ بص يا سيدي، الفيديو ده لما هينزل الناس في الكومنتات هتتقسم نصين، نص هيكفرني عشان فاكرني بغلط في الشيوخ، ونص هيكفرني عشان فاكرني بدافع عن الارهاب. اما باقي خلق الله العاديين الفرفوشين هيضحكوا عادي لانهم عارفين اني بنتقد الدراما بشكل كوميدي وبنتريق على الكليشيهات والنمطيه بتاعه الدراما مش اكتر. حي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انا ما عادش عندي كلام ومفيش كلام، الكلام واضح تماما، لكن هي دي الرسالة اللي بيقدمها الفن والتمثيل في صيغته التي يريدون ان يرسلونها الى الناس، ان يسقطوا قيمة رجل الذي يملك الدعوة ويبلغ الدين والمرأة الملتزمة، إن لازم يظهروه بشكل بشع، يا إما بيسرق، يا إما بيعشق جارته، يا إما بيفعل الفاحشة مع مراته في شيء لا يحل له، يا إما رجل فلاتي، يا إما بياخد رشوة، يا إما ظالم إخواته. المهم هي دي الرسالة اللي بيحاولوا يوصلوها، إن هو ده رجل الدين مكشر عبوس، وهذا ليس منا في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل أهل الدعوة بحق إلى الحق، وأن يكفينا شر هذا السوء من هؤلاء. الرسالة وصلت.